بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دريم تيم، فريق الأحلام من الخليج إلى المحيط. ار يو ريدي سيس؟ الله أكبر. وانتهينا قبل يومين مع اللقاء مع الرئيس التنفيذي وتدريب ولا أروع، ما شاء الله، مع 200 قائد من الوطن العربي، مع ذلك الرئيس، وذلك الرئيس خلف نجاحات يونيسيتي، وأربع خمس ساعات جميلة جدا، وقد تأثرنا وقد بكينا وقد ضحكنا وقد ألهمنا مع هذا الرجل الخطير. من أنت يا هيوز؟ من أنت يا ستيوارت هيوز؟ من أنت يا الرئيس التنفيذي؟ عرفنا ذلك الرجل، لقاء الآن الثالثة والرابعة مع ذلك الرجل أيضا في التدريب ووراء الكواليس. وفعلا أنتم في أيد أمينة مع هذا الرجل، قائد السفينة اليونيسيتية في العالم، قائد المعجزة اليونيسيتية، وأفراح وأتراح وتاريخ طويل. تعلمنا مع ذلك الرجل كيف الإنسان يكون فعلا إنسان ناجح، ومهارات النجاح وقناعات النجاح وكلمات جميلة جدا، وتواصل معنا وأخبرنا بدعمه اللامحدود للعرب، للمعجزة العربية وللمعجزة الجزائرية والمعجزة البحرينية والكويتية والأردنية والمصرية والسعودية والإماراتية والقطرية والعمانية. صح والله صح، وعما قريب إن شاء الله المعجزات في كل مكان. ودائما تحية بعد تحية الجميع فعلا هو يدعمكم، وسوف يبقى هنا وسوف نبقى هنا. دعم لا محدود لهذا المشروع، دعم لا محدود لهذا الفريق، دعم لا محدود ليونستي في الشرق الأوسط. وكما تكلم أنتم حمزة الوصل، الشرق الأوسط أوروبا وأفريقيا. صح ولا صح؟ وطلب دائما الاعتذار عن يمكن البطء في الدعم، لأن الآن يونستي وأخبار يونستي الآن ما شاء الله تبارك الله نمو جبار في كل مكان في العالم. والآن دخول يونستي الرهيب في أمريكا الجنوبية مع كولومبيا ومكسيكو، وبوابة ميامي في أمريكا، و5 شهور دائما هناك في كولومبيا. وأيضا كولومبيا هي أيضا ما شاء الله دعم لإكوادور والأرجنتين، وغير طبعا نمو الخطير في كوريا وفي كل مكان في العالم. نمو ونمو ونمو. وأيضا اقتطع من وقته ذلك اليوم الجميل لكي يأتي معنا يدرب القادة هنا في دبي، وإعلان لدبي، وإعلان إن شاء الله أن دبي سوف تكون مركز استراتيجي ليونيسيتي. في أقل من شهرين إن شاء الله سوف يفتتح السنتر إن شاء الله، و15 منتج الآن تم الموافقة عليه من قبل دبي. وعما قريب مؤتمراتنا سوف تكون في دبي، مؤتمرات ضخمة ومعسكرات تدريبية سوف تكون في دبي إن شاء الله، ومن ثم ننطلق إلى جميع الشرق الأوسط. سوف أتكلم عن خواطر من ذلك اللقاء الجميل، خواطر، وسوف أتكلم عن دروس وعبر من ذلك اللقاء الجميل، وكل مرة دروس وعبر دروس وعبر. وسوف أؤكد على بعض الأمور، وفي كل يوم يمكن رسالة تفصيلية لهذا التدريب الجميل الذي لم يحضره حقيقة فعلا فقد الكثير. وأرجو من الجميع أن يعاهدني بعد 3 شهور سوف يأتي أيضا هيوز إلى هنا. عاهدني كل واحد منكم يكون دايركتور وأعلى لكي يلتقي مع ذلك الرجل ويستمتع بذلك الإنسان. فعرفنا هو إنسان قبل أن يكون رئيس تنفيذي، هو فعلا إنسان صاحب قيم قبل أن يكون رئيس تنفيذي، وما أروع تلك القيم. وعنده 13 قيمة يوميا يحاسب نفسه عليها، وفي ذلك أيضا رسالة. وعنده طقوس ريتشوالز غريبة عجيبة. وسبحان الله تكلم أيضا عن أشد لحظات حياته، وتكلم عن كيف من 40 سنة هو في مجال النجاح ومجال التسويق، ومجال 25 سنة مع يونيسيتي كمسوق شبكي، ثم كرئيس تنفيذي وكصاحب شركة. وبالنسبة له هي بيته الذي لن يتركه أبدا إلى أن يلقى الله. ما أروع تلك الطاقة، ما أروع تلك المشاعر. اليوم سوف نتكلم أيضا عن من أهم الدروس الذي تكلمنا. سئل هيوز عن إدارة الوقت، إدارة الوقت، وثم سئل عن إدارة الرفض، ثم سئل عن إدارة تحقيق الأهداف. 3 أمور رئيسية بتكلم عنها يمكن في 3 رسائل. اليوم سوف أتكلم عن ذلك ما يسمى بالهدف والالتزام. من أهم مهارات القائد أن يضع هدف، صح ولا صح؟ هدف يكون بعد سنة ويكون بالنسبة له unbelievable، ما في مشكلة هدف يكون جبار. وتكلم من أول هدف في حياة لما انضم حق يونيسيتي قبل 25 سنة في 91 في أغسطس 91. تكلم أنه كان يريد أن يصنع $100,000 في الشهر خلال سنة، وقال I am ستيوارت هيوز. فالهدف من 3 خطوات أو 3 عبارات أو 3 أجزاء. رقم 1 اللي هو عبارة الهدف، أنا ستيوارت هيوز سوف يكون دخلي $100,000
بتاريخ أغسطس 92. هذا بالنسبة له. فمثلا أنا دكتور مجدي عبيد خلال سنة من الآن بيكون دخلي إن شاء الله 100,000 دولار أو مليون دولار في الشهر. قل هذه أول شيء. حط هدف unbelievable، هدف شنو؟ غير معقول تقريبا، هدف جبار بالنسبة لك لكي تستيقظ صباحا تقفز من السرير. ثم قال هناك شيء ثاني اسمه التزام، ثم بنفيت. عبارة الالتزام ماذا سوف تأتي؟ سوف تفعل الطقوس اليومية. ثم عبارة ثالثة عبارة المنافع، أو تكلم عن الفيلم. اليوم سوف نتكلم عن هذه الثلاثية. قلنا كل واحد منكم أريد أن يضع هدف بإذن الله تعالى إن شاء الله خلال السنة من الآن بتاريخ 17 إن شاء الله، أو تاريخ 29 أو تاريخ 30 أغسطس السنة القادمة، بكون دايموند ودخل الشهري 50,000 دولار أو 100,000 دولار. هذه أول أقرأ يوميا. أقرأ إيش؟ يوميا. ثم أنا ملتزم تماما بعمل هذه الطقوس اليومية، وتكلمنا عن 7 طقوس وسوف نتكلم عنها إلى أن نلقى الله. 7 طقوس رئيسية شرحتها إن شاء الله وبتكلم عنها يوميا. تكلمنا عن تخيل ربع ساعة صباحا، ثم ممارسة الرياضة نصف ساعة على الأقل، ربع ساعة نصف ساعة، ثم قلنا الابوينتمنت والبرزنتيشن اللي هي المواعيد والاس تي بيز. صح ولا صح؟ ومع الرياضة قلنا تنفس وأيضا حياة إيجابية، قراءة الالتزام، ثم وهذه الرباعية، ثم في النهاية أيضا الستيب الخامسة اللي هي قبل النوم ربع ساعة أيضا الفيلم. هاي طقوس يومية بتكلم عنها أيضا في رسالة منفصلة عن الطقوس. حياتك أنت عبارة عن طقوس، أنت عبارة عن عاداتك تصنع مصيرك. صح ولا صح؟ اليوم فقال أنا ملتزم، حطيت له هدف، أنا ملتزم بالتخيل ربع ساعة صباحا وربع ساعة قبل أن أنام. أنا ملتزم بعمل يوميا كذا عدد مواعيد وكذا عدد اس تي بي. في البداية دائما أتكلم عن 4 مواعيد و4 اس تي بي في اليوم. أنا ملتزم مثلا بحضور فعالية في اليوم. أنا ملتزم بالتخيل المسائي والصباحي. أنا ملتزم أيضا باستشارة الأبلاين وقراءة كتاب وسماع CD. هذه 7 أمور رئيسية يمكن هي طقوس اليومية وركزنا عليها، ركزنا تكثير رهيب. لماذا الطقوس؟ الجزء الثالث اللي هو جزء ما يسمى بالبنفيت، اللي هو ما الذي سوف تحصل، لماذا تريد أن تحقق الهدف. تكلم هو عن أروع طريقة ما يسمى بالموفي، الفيلم. كل واحد منكم حياته عبارة عن فيلم، صح ولا صح؟ وما أروع أن يكون هو ذلك البطل في ذلك الفيلم، هو البطل والمخرج وصاحب السيناريو وكاتب السيناريو. ولما سألنا سؤال قال ما هو أروع فيلم في حياتكم المرة اللي سابقة، قلنا له والله تايتانيك. قال خلق أخبركم قصة تايتانيك. هناك سفينة ضخمة ثم اصطدمت بجبل جليدي فغرقت. ما رأيكم؟ هل هذا الفيلم محرك المشاعر؟ قلنا لا، هذا ممل. قال نعم ممل. عشان كذا الفيلم 3 ساعات تايتانيك. هناك الدراما، هناك الموسيقى، هناك الأحداث، هناك المشاعر، هناك الأحاسيس، هناك الأمور الغير طبيعية. هنا سماها سنسوري ريتش، يعني الفيلم لكي يصبح يتحول من قصة مكتوبة إلى واقع جبار ويحطم المبيعات يجب أن يكون كله تعيش فيه، تستنشقه، تتذوقه، تحس فيه، يدغدغ مشاعرك، تتخيله، لازم تعيش فيه. فشفت تايتانيكس كيف كانت الموسيقى، كيف كانت الأحداث، كان الدراما، كيف كان الحب، كيف كان الحرب، هناك الأعداء، كيف تغلف على الأعداء، وفي النهاية كيف وسط النهاية لكي يصبح إلهام. يقول تحقيق الحلم، الهدف، يجب أن تكتب السيناريو. ما الذي سوف يحدث إذا حققت ذلك الحلم؟ ما الذي سوف يحدث إذا حققت 100,000 دولار في الشهر، أو حققت سبحان الله، أو حققت شنو؟ أو حققت الدايموند. والله البيت الذي سوف تعيش فيه، صف ذلك البيت الجميل، متى سوف تشتريه، أين موقعه، ما هي ألوانه الداخلية والخارجية، في حمام سباحة، على أي الشواطئ هو، وكم بيت تحتاج، وكم قصر فسيح. صح ولا صح؟ ثم سيارة الأحلام، يا ترى شنو نوعها، شنو شكلها، كم سيارة، وتخيل أنك تقودها، تخيل تعيش في ذاك البيت، تخيل تستحم في حمام السباحة يوميا أو عندك السونة. صح ولا صح؟ ثم تخيل أنت على الستيج في ذلك المكان الجميل وأصبح دايموند، ثم تقود تلك الأمة
شنو لابس على الستيج، شنو أنت تشعر، شنو أنت تحس تتذوق تشم. 5 حواس دخل في ذلك التخيل. ثم فريقك كيف بيكون، من لك الخلق، كيف الاحتفال بيكون مع فريقك، ثم بيك أمك، ثم زوجتك وزوجك وأبنائك، أدخلهم في الحلم معك. ما الذي سوف يشعرون به؟ بيكونوا فخورون فيك. صح والله صح. ذلك الفيلم أروع فيلم لأروع سنة. تخيل ذلك السنة كيف بتكون الاس تي بي، كيف بيكون انقاذ الخلق، كيف حضورك الفعاليات، كيف حضورك لليو بي اس والايجل كامز، كيف حضورك للتدريبات. صح. تخيل تلك السنة. ثم تخيل الجائزة وما بعد الجائزة. صح والله صح. تخيل ماسيف اكشن اسميها، والسليبريشن والامتنان، الجراتيتيود، الاكشن، السليبريشن، ثم الجراتيتيود. ثلاثية التخيل سميتها أنا. ربع ساعة تخيلت في قمة وكأنك هيرو، فتسمع موسيقى سوبرمان وكأنك سوبرمان في هذه السنة، وتبني شبكتك برغم التحديات والرفض. واو تستمتع بالرفض، تستمتع بالرحلة. ثم تتخيل نفسك على الستيج، أصبحت دايموند وحياة الدايموند. ثم بعد الستيج حياة الدايموند كيف بتكون؟ قائد، امباسدر، في كل مكان تدرب، تلهم الآخرين. على أي غلاف مجلة بتكون، على أي برنامج تلفزيوني سوف تستضاف، أي كتاب سوف تؤلف، كم كتاب بأي لغة. صح ولا صح؟ كم مسجد سوف تبني، كم قرية سوف تعمر، كم بئرا سوف تحفر، كم يتيما سوف تكفل. وتخيل ثم وما أروع تتخيل يوم القيامة وأنت في الفردوس الأعلى مع من البشر في صحائفك، أنقذتهم من المرض إلى الصحة بإذن الله تعالى، من الفقر إلى الغنى. وما أروع من السلبية الإيجابية، وما أروع أن تعلمهم القيادة. صح ولا صح؟ تلك الرباعية أو ذلك التخيل الجميل. فهذا ربع ساعة اكتب ذلك الفيلم. يا ترى كم مدرسة سوف تسمى باسمك وأين؟ يا ترى كم دائما بيكون في فريقك ويدعو لك في ظهر الغيب؟ يا ترى كم أسرة سوف تلامسها، سوف تدعو لك في السراء وفي الضراء وفي حياتك وبعد مماتك؟ يا ترى كيف بيكون جنتك، قبرك في روضة من رياض الجنة؟ صح ولا صح؟ كيف بيكون قصورك في الجنة، قصورك في الدنيا، جزرك في الجنة، استثماراتك العالمية، عقاراتك في الدنيا وفي الآخرة، فريق في الدنيا وفي الآخرة. وما أروع هذا التخيل. صح ولا صح؟ ما أروع. ربع ساعة اكتب ذلك السيناريو، اكتبه كتابة باليد، ثم اكتبه سبحان الله شنو، ثم تخيله يوميا، ثم أضف على ذلك التخيل تلك المشاعر والأحاسيس. 5 حواس، الحواس الخمس، كل الحواس يجب أن تكون معاك في ذلك التخيل الجميل. صح والله صح. ربع ساعة. يقول لي ماذا ربع ساعة؟ لأنه مهم جدا. العقل الآن للأسف تربينا على السلبية، تربينا أن you cannot do it، لا تفعل ولا تستطيع أن تفعل. تربينا للأسف معظمنا 148 ألف مرة قيل لنا لا ولا تفعل إلى عمر 18 سنة. فتربينا أن كل إنسان للأسف ما بيحقق الأحلام والأهداف، وبالكاد يكون فقط صاحب راتب على قده وبيت على قده وانتهى الموضوع. صح ولا صح؟ ثم الآن الإنسان يكتب الهدف. أنا بإذن الله تعالى خلال سنة إن شاء الله دخلي من $1000 إلى $100,000. هذا الهدف يروح حق العقل اللاواعي. العقل اللاواعي عبارة عن في ميزان، في شنو؟ ميزان يرجع إلى إنجازاتك في الماضي ثم يقارنها. يقول لك والله فلان هل أنجز هذا الحلم في الماضي؟ ثم يشوف. فللأسف يرى كثير من التجارب التي قيل لك يا فلان لن تفلح أبدا، سوف تفشل، لن تحقق أي شيء. للأسف عقلك اللاواعي يروح عند ميزان البلاس يقول لك يس يو كان دو ات أو نو يو كانت دو ات. عقلك الواعي يمكن يحلل، لكن اللاواعي هو الذي في ذلك الميزان. ذلك يسمونها ميموري مانجمنت، مخازن الذاكرة في ذلك العقل. وأيضا للأسف في الصورة الذهنية الذاتية. الصورة الذهنية الإنسان قال على تحقيق تلك المعجزة في سنة، أو إنسان لا والله طول حياته كان 10 20 30 سنة في الخبرة أو من عمره دخل 500 ألف ولا $2000. كيف بيكون 100,000؟ ثم يتذكر تلك الكلمات لا تستطيع، والقناعة كنز لا يفنى، ومستحيل تنجح، ومستحيل تحقق أي شيء، وأنت أصلا إنسان غبي وما تفهم من ذلك المدرس أو من ذلك الأب والأم أو من ذلك الإعلام أو من ذلك الصاحب. في العقل اللاواعي يزن ذلك الهدف. تلك الجملة اسمعوها، ذلك من أهم البريك ثروز سمعت مع هيوز. العقل اللاواعي يزن ذلك الهدف. يقول لك ثم يعطي قرار. لا مستحيل. إذا أعطى قرار على للأسف على الماضيك وتلك القناعات في ذلك العقل اللاواعي لن تستطيع أن تنجح، وسوف تأتي سنة وسنتين و3 سنوات حتى
ما استطعت أن تقفز من 1000 إلى 2000 دولار، ويمكن بالعكس سوف تسقط. قال كيف الإنسان الآن يعزز ذلك الرصيد في ذلك العقل؟ قال العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. ثم ضرب مثال قال كيف بك لو أوقفت سيارتك في موقف السيارات وكان هناك ليل ظلام، ثم أتيت 10 11 12 مساء إلى ذلك الموقف بعد خروجك من السينما أو من مجمع التسوق،